هاد الدجاجه اللي قدامك هي دجاجه ديال الباندا، الاصل ديالها من الصين، دخلت لاوروبا وامريكا في القرن 19. الوزن ديالها تيوصل عند الديك ما بين 700 حتى 800 غرام، وعند الدجاجه ما بين 600 حتى 700 غرام. الجسم ديالها مدور وكثيف بالريش، كيغطي لها حتى رجليها والاصابع ديالها، وتيعطيها واحد الشكل كروي. بالنسبه لانتاج البيض فهي ماشي مخصصه لانتاج البيض، حيث انها كتبيض ما بين 80 حتى 120 بيضه في السنه، والحجم ديال البيضه تيكون صغير وكريمي حتى بني فاتح، وكتبدا تبيض على عمر ما بين 6 شهور و7 شهور. بالنسبه للصفات الشكليه ديالها فهي كتميز بريش كثيف جدا، وريش في الارجل والاصابع، وجسم قصير وعريض، صدر عريض، ذيل قصير ومحدب، وجناحات قصار ومشدودين، وعرف عادي. بالنسبه للسلوك فهي هادئه واليفه وسهله في الترويض ومناسبه للمبتدئين والناس اللي كيربيو في الاماكن الضيقه. الدجاجه معروفه بروح الحضانه، يعني كتحضن مزيان. والهدف من التربيه ديال هذا النوع من الدجاج للزينه والمعارض، وماشي للانتاج ديال اللحم او البيض، وكتعتبر من اكثر سلالات الدجاج جماليه. بالنسبه للثمن الزوج منها فكيوصل حتى ل 600 درهم، وبالنسبه للبيض فكتباع البيضه الواحده ما بين 15 حتى 20 درهم. كان هذا معلومات بسيطه خفيفه على سلاله كوشن. تهلاو.